هتبعدي عن اي حاجه مصنعه، هتقربي لكل حاجه، رجعي الحاجه اللي اصلها اللي ربنا خلقه عليها. بره دلوقتي بيقولوا ايه المريض الكانسر؟ drink your veggies and eat your fruits. يعني العصير، نشرب عصير ايه؟ فاكهه. مريض السرطان لا ما يشربش عصير فاكهه، بيدوله في المستشفى بره عصير خضار، عصير خضار، عصير سبانخ، عصير جرجير، عصير لونه اخضر، خيار على طماطم على خس على ده في صوره عصير، لانه بيعمل لودنج لمضادات الاكسده. مضادات الاكسده من الحاجات اللي بتحمي البني ادم من الكانسر. ومهما حضرتك قررت انك مثلا تاكلي حاجات خضراء، عمرك ما هتاكلي الكميه اللي ممكن نعصرها ونعملها كوبايه. صحيح. فابتدوا بره يقولوا ايه في الكانسر انستيتيوت، اشربوا، بيعملوا لهم بقى عصير خضروات. الفاكهه ناكلها فريش، ما نعملهاش عصير. ليه؟ لان انا الفاكهه لما بعصرها انا بشيل الفايبرز اللي منها اللي فيها. الفايبرز دي من الحاجات اللي بتمنع السرطان، بتقي البني ادم من السرطان، سبيشالي سرطان القولون. بتنظف القولون، فبالتالي بتحمي البني ادم من سرطان القولون. فانا حولت الفاكهه برضو، انا ده اختراعي. هو ربنا قال وفاكهه، ما قالش وعصير فاكهه، هو قال وفاكهه. فاكهه يعني كلي الفاكهه فاكهه، اقطف وكل. انما ما تعصريهاش. الا لو يعني عشان نبقى اكتر يعني زي ما بيقولوا ايه مثال، في حاجات فيها الياف زي مثلا البرتقال. انت مهم جدا ان انت تاكل برتقال لان فيه الياف، دي مهمه جدا. لكن مثلا ممكن تعمل مثلا عصير بطيخ، هتحطه جوه زي ما هو وهتضربه في الخلاط وتروح واكله. طب بصي بقى، عصير بطيخ لا برضه والله انت معنداني وخلاص. لا ما هي دي بقى الحاجات الجديده اللي يعني بتبقى مفاهيم واحنا بنصلحها. طب هو انا ليه عايزه اعمل عصير بطيخ؟ حضرتك عشان تعملي كوبايه عصير بطيخ هتضربي قد ايه من البطيخه؟ حاجه بتاعت مثلا نصها عشان تطلعي كوبايه بطيخ. فحضرتك حولتي الفاكهه اللي ربنا خلقها برضو في صوره صلبه فيها الياف. تمام. هيك لو قررتي تاكلي نص بطيخه هتقدري؟ الحقيقه انا اوقات باكل بطيخه بحالها يعني اون ذا سبوت استحاله في نفس الوقت. يعني مش قوي يعني كده، لكن يعني ممكن اضرب لي نص بطيخه يعني. طب لو ناخد مثل البرتقال. حضرتك عشان تعملي كوبايه عصير برتقال، احنا مينيمم بنعصر 4-5 برتقانات، حاجه كده بتاعت كيلو الا ربع برتقال. مظبوط. حضرتك لما تقرري تاكلي برتقال ممكن تاكلي 4-5 برتقانات؟ لا بتاكلي استحاله. لا ليه؟ برتقانايه عشان ربنا حط في البرتقانايه دي الالياف اللي بتديكي شبع. صحيح. فبتخليكي ما تاكليش منها اكتر من اللي جسمك محتاجه. هيك اي حاجه حضرتك جسمك هياخدها اكتر من محتاجها مش هيعرف يتصرف فيها. طب اشمعنى خصصتي العصير للخضروات وما خصصتيهوش للفاكهه؟ هقول لحضرتك حاجه. لان الخضروات انا لازم على الاقل البني ادم الطبيعي ياخد 5 وحدات. 5 وحدات يعني ايه من الخضروات الفريش؟ 5 وحدات يعني 5 كوبايات كبار خضروات فريش، يعني حاجه كده يعني كانها مثلا باول سلطه قد كده ياكلوا في اليوم. هل احنا ينفع نقدر ناكل ده؟ ما بتقدريش. لو كلتيه مش هتاكلي حاجه تانية جنبه. اصل ما انا في عندي طبق محشي لازم اخلصه، مش هتقدري تاكلي حاجه تانية جنبه. لا حتى سيبك من طبق المحشي، يعني مش هتقدري مثلا تاكلي حته اللحمه اللي المفروض تاكليها بروتين. صحيح. فانا عايز لمريض، مش للبني ادم الطبيعي، انا ما بقولش للبني ادم الطبيعي اشرب عصير خضروات، ولو ان انا دلوقتي ببتدي اعلمهم يشربوا عصير خضروات احسن من يشربوا عصير فواكه. انتي توكس. ديتوكس يعني. فمريض الكانسر ليه بقى بنشربه عصير خضروات؟ عشان انا عايزه اديله جرعه كبيره جدا من الانتي اوكسيدنتس اللي موجوده في الخضار. ومريض الكانسر بتبقى عنده ضعف في الشهيه، ما بيقدرش ياكل كتير اصلا. صحيح. شهيته ما بتبقاش كويسه، انما هقدر اوفر له الكميه الكبيره دي في صوره كوبايه هيقدر يشرب. يبقى انا اديت له فيري بيج دوز اوف انتي اوكسيدنتس، مضادات اكسده، في صوره كوبايه، ما غصبتش عليه انه ياكل بول سلطه. باول يعني سلطه. نرجع لمرجوعنا. كويس قوي ان احنا استفدنا من الحته دي، بس يعني الخصها للجمهور، يعني انه احسن حاجه علشان احنا مطلوب ان احنا ناكل خضروات كتير، الخضار تحديدا، بس احنا ما بنقدرش ناكله بكميات كبيره، فعشان كده بينصح ان هو يتضرب ونشربه في هيئه عصير. وبينصح دايما انك تاكل الفاكهه زي ما هي، دي مهمه جدا عشان هناك الياف جوه الفاكهه، وان احنا مش المفروض ناكل منها فاكهه كتير. كتير. مظبوط، لانها سكر.
ان هي في الاخر هي سكر. فبيبقى ودايما عند الناس كلها المفهوم بتاع كوبايه عصير برتقال ده صحه. لا، هو كوبايه عصير برتقال ده مش صحه. البرتقال نفسه كاكله صحه جدا، لانه فيتامين سي عالي جدا، الياف مهمه جدا بتمنع كانسر كولون، انما سكر. طب وعصير الجزر؟ الجزر خضروات فصحه جدا، صحه جدا. يعني لما اعصر لي 10 15 جزرايه جميل جدا. ده من الحاجات اللي بيقدموها برضو في الكانسر انستيتيوتس بره. عصير الجزر عليه مثلا طماطم، عليه ورق سبانخ، عليه ورق نعناع، عليه شويه عصير برتقان، ما يمنعش عشان يبقى طعمه حلو. يعني ممكن اعصر برتقانايه على 20 جزره بالظبط. بالظبط. فده عصير صحي جدا. انما كوبايه عصير برتقان حضرتك شربتي في كوبايه كده في 3 ثواني حوالي نص كيلو برتقان. سكر بتاع نص. ايوه يا دكتوره، ما هو مش محطوط عليه سكر. ايوه حضرتك، هو في سكر اصلا، ربنا خلق الفاكهه مسكره، هي فيها سكرها اعلى من السكر اللي في الخضروات. فبالتالي هو في سكر. حضرتك لو يعني عندنا مريض سكر وجاله هبوط حد في السكر، بنلحقه بايه؟ بعصير. ليه؟ لانه بيعلي السكر بسرعه. اي حاجه تعلي السكر بسرعه اعرف انها هي مش ضاره بالصحه. انا عايزه اعلي السكر بتاع البني ادم بس بالراحه وعلى مدى طويل. لما سكري بيعلى بسرعه الانسولين بيفرز عشان يكسر السكر ده، يقوم منزله بسرعه، ارجع اجوع بسرعه، ارجع اكل كتير. صحيح. انما لما باكل حاجه سكرها يعلى بالراحه اللي هي فيها الالياف فبتعلي السكر بالراحه، دي بتديني فترات اطول من الشبع، تقعد معايا كتير. نرجع تاني لمريض الكانسر. ابعدي عن اي حاجه البني ادم صنعها. ارجعي ببساطه، ارجعي بالحاجه للصوره اللي ربنا خلقها عليها. اياكي وحاجتين البيض، السكر والملح والدقيق 3. يعني السكر والملح اشد